السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الجزء الثاني ديال الكريم الواقي من الشمس اللي ما كملتش معكم في الجزء الاول باش ما يجيش الفيديو طويل. اليوم غنتكلموا على المشكل ديال الورديه. الناس اللي عندهم الحمرار، اما تيكون حمرار دائم او حمرار عابر. الناس اللي عندهم هذوك الاوعيه الدمويه رقيقه، يعني الحمراء كتبان باينه، كيكون عندهم البشره جافه وبشره حساسه، ضروري خاص الواقي من الشمس، يعني جميع انواع البشره وخصوصا هذا النوع هذا البشره، لان هذاك الحمران ملي خرجوا للشمس بدون واقي كيرجعوا تصبغات وبقع بنيه. لهذا ضروري من الواقي من الشمس وضروري من الكريم مرطب، لان بشره جافه وحساسه. جبت لكم هنايا هذا ديال اس في ار، هذا واقي من الشمس، عامل حمايه 50 بلس. بالنسبه لهذا كما قلت لكم، الناس اللي عندهم المشكل يعني معرضين لاكوبروز، مشكل ديال الحمرار والورديه. بالنسبه للثمن ديالو 257 درهم. الكريم مرطب ديالو ضروري من الترطيب. جميع انواع البشره كنمشيو يعني نوع البشره ديالنا كنختاروا الكريم المرطب على حسب نوع البشره ديالنا. بالنسبه لهذا النوع البشره اللي فيها الحمرار، اما كما قلت لكم حمرارات عابره ولا حمرارات دائمه، كنختاروا مثلا هذا ديال اس في حتى هو سونسيفين ار، سونسيفين انتي روجور، كريم مكثف، كريم غيش، يعني كريمه مكثفه. هذا تهدأ البشره ضد الحمرار والتهيجات، يعني سواء انتنسيف ايدغاتون ابيزون انتي روجور. هذا صراحه زوين، حتى هو كيدير 246 درهم. دائما كيكون تخفيض. بالنسبه لهذا الكريم هذا كنرطبوا به البشره ديالنا مرتين حتى ل3 المرات. دائما تنقول لكم الترطيب على حساب كل ما احتاجت البشره ديالنا الترطيب خاصنا نرطبوها، نشربوا الماء بكثره بطبيعه الحال، وكذلك نستعملوه حتى كاساس للمكياج. عندي هذا ديال ايزيس فارما ديرماتولوجي روبورغيل 50 بلس. هذا حتى هو الحمرار والعدل الوردي، كريم ضد الحمرار والعدل الوردي، حمايه عاليه جدا. هذا يعني داروه خصيصا لهذا النوع ديال البشره الحساسه واللي كتعاني من هذا الحمرار. الثمن ديالو كيدير 165 درهم. ما عرفتش مع الضوء، المهم هو هذا. غنوريكم حاجه اخرى بالنسبه اللي ما عندوش مثلا باش ياخذ الكريم مرطب. لا كاين حتى بعض الزيوت الى جانب الكريمات، مثلا الزيت ديال الحشيش هذه لويل دو شانفر ممتاز. هاد زيت الحشيش هذه ممتازه للمشكل ديال الورديه او الحمرار اللي هما تيكونوا علامه على ان البشره حساسه. زيت الحشيش كتهدئ وكتريح البشره لانها غنيه بالاوميغا 3 والاوميغا كذلك 6. زيت غير لاصقه. حاولوا انكم اللي عنده هذا المشكل هذا يستعملها مثلا بالليل على بشره تكون نظيفه، ويدهن بها المناطق اللي عندهم فيها هذا المشكل ديال الورديه، والصباح كتغسلوا وجهكم عادي. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى ان هاد لا فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش الضغط على لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وما تنساوش بارطاجيو باش تعمل فائده. ودائما كنرحب بالاقتراحات ديالكم، وان شاء الله فيديو اخر غادي نمشيو عاود لنوع اخر من الكريمات اللي هي واقيه من الشمس. السلام عليكم.